قاسم، عروسة كردستان. تسلقت المشنقة بكبريائها وبزيها الكردي. ليلى قاسم برزت وطرزت اسمها بخيوط من الذهب في صفحات التاريخ المشرقة للشعب الكردي، وأصبحت رمزاً للمرأة الكردية المناضلة من أجل الحرية والسلام والأهداف الإنسانية النبيلة، ونبراساً تنير الدرب أمام النساء الأخريات لتأخذن إدوارهن في حركة النضال وديمومة الحياة. ولدت ليلى قاسم في 27 من كانون الأول عام 1952 في خانقين، وأمضت الابتدائية والمتوسطة فيها، وتواصلت دراستها الجامعية علم الاجتماع بكلية بغداد، ودخلت في معترك النضال القومي